كلش مهم. قال احنا اللاعب العراقي والخليجي والاوروبي. اي هذا ابو مريونه. اي طبعا هذا سؤال كلش مهم. احنا اول شيء الانماط الجسميه اكو نمط نحيف ونمط عضلي ونمط سمين. لاعب كره قدم يكون ضمن النمط العضلي. نعم. هاي واحد. شلون توصل الى لاعب معيار عالمي كفاءته البدنيه مثل الكفاءه الخارجيه. نعم. ماكو فرق هو بين اللاعب العراقي والخليجي والاوروبي، لكن اذا انت عندك لاعب عراقي اكتشفت انه جبته انتقيته هو نمط عضلي، من 6 سنوات الى 12 سنه لازم يمر بمراحل تدريبيه بدنيه خاصه، سرعه وتوافق، سرعه استجابه، سرعه رد فعل. نعم. هاي شو اسمه المراحل تهيئ الى مراحل من 12 الى 18. نعم. لاعب كرة القدم إذا صار عنده تطور بالبطين الأيسر مال القلب، إذا حيصير الناتج القلبي والدفع القلبي مالته كمية ضغط دم عالية جدا. إذا صارت الأوعية الدموية مالته يعني أكبر قطرها، إذا هذا لاعب حيمتلك لياقة بدنية عالية. إذا كمية الجلايكوجين بالعضلة زادت، إذا هذا كمية الألياف العضلية الخاملة إذا نشطت، هذا لاعب. السعة الرئوية والسعة الحيوية إذا مالته زادت، إذا هذا لاعب مواصفات بدنية عالية. هاي كلها المختصر يجب أن يمر بمراحل بدنية تدريبية خلال هاي السنين حتى يوصل إلى جانب بدني عالي معيار عالمي. لهذا نشوف احنا لاعبينا ما يفوت بهاي المراحل، ما عنده تطور بالقلب، الأوعية الدموية، بالأجهزة العضلية، بالجهاز الدوري، ما عنده تطور فسلجي ووظيفي. من يوصل مرحلة المنتخب لو تدق عليه منا شهر سنتين 3 لياقته البدنيه ما تصير مثل لاعبه ببرشلونه، ما يصير مثل لاعبه بريال مدريد. هذا جواب على ابو مريم. ايه، لانه التطور الفسلجي والبيولوجي والوظيفي مو مثل ذاك التطور. تمام. كابتن، حاليا اللاعبين دا يستعملون فد مواد دا تضر بجسمهم، مثلا دا يستخدمون السي 4. السي 4 هذا يوسع الاوعيه الدمويه، هذا استخدامه 180 غرام قبل نص ساعه من المباراه، هو وما يصير بين الشوطين تستخدمه، هو يشربه مثل البيبسي. نعم. المكملات الغذائيه الكرياتين بيور، هذا ابو القاع ياخذها. اي الواي بروتين. هاي ابو القاع من يروح له يعطيها دبه يقول له روح خذها. هاي بيها فترة تحميل غرامات 25 غرام وفترة تحميل، بعدين اكو فترة تحميل راحة وفترة تحميل ثانية. هاي صحيح تؤدي الى تحسين القوة والسرعة، لكن بها آثار جانبية. نعم. بعدين تقوم الكلى مالته، بعدين تصير بها أعراض جانبية. هاي الثقافة مال المكملات الغذائية ما موجودة عندنا، لاعبين بكيفهم. طيب من ينميها واحنا يعني هذا ضربنا الراهن.